جاب واحد يساعده هو ومراته في ليلة الدخلة، والغريبة إنه كان مبسوط وما عندوش مانع. بس الخطة اللي مراته عملتها بعد كده كانت خطة شيطانية ما تخطرش على بال إبليس. هنا كانت بنت جميلة في الثلاثينات من عمرها، كانت عايشة قصة حب كبيرة جدا مع عبد الرحمن جارها، وتقدم لها ناس كتيرة قوي لكنها رفضتهم، وكانت متمسكة بعبد الرحمن اللي كان بيشتغل صنايعي وما كانش عارف يحوش تمن شقة يعيشوا فيها. عشان كده أبوها كان دايما بيرفض عبد الرحمن كل مرة يتقدم فيها، لكن المرة دي اتقدم لها عريس وأبوها قال لها مستحيل هرفضه. والعريس كان سامح، وسامح كان عريس غني قوي، والناس كلها استغربت ليه جاي يتجوز من منطقة شعبية، لأن ده مش متناسب مع مستواه الاجتماعي، خصوصا إن اللي جابت له هنا هي عمته. والسبب اللي خلى سامح يتجوز من منطقة شعبية كان بسبب المرض اللي عند سامح بقاله سنين طويلة، وكل ما يرتبط بحد الموضوع ما يكملش، وده بسبب انه كان بيعاني من عارض انيميا البحر المتوسط. واللي ما يعرفش ده عارض صعب جدا، وبيتاخد له ادوية صعبة بتخلي الانسان صحته طول الوقت تعبانة، والمرض ده كان ملازمه من وهو صغير، بجانب ان كان عنده كمان صرع. عشان كده عمته اللي كانت ساكنة في منطقة شعبية اقترحت عليه وقالت له انت ما ينفعش تتجوز الا بنت تكون ظروفها صعبة، عشان محدش يركز في موضوع العارض اللي عندك وأهلها ما هيصدقوا، وهي دي اللي هتبقى أصيلة وهتستحمل ظروفك. سامح سمع كلام عمته اللي شافت له هنا، وطبعا كان بالنسبة لأبو هنا عريس لقطة. ولما كلمته عن عبد الرحمن أبوها انهار وقال لها كفاية 10 سنين من عمرك راحت وانتي مستنية البني آدم ده. فعلا الجوازة تمت في شهر واحد بس، وهنا ما عرفتش ترفض لأنها كانت استنفذت كل الحيل اللي عندها، لكن هنا كان عندها خطة تانية خالص. فطبعا ليلة الدخلة كان سامح متوتر، اقترحت عليه هنا ان هم يشربوا ويعتبروا ان دي مرة كده وخلاص بمناسبة الجواز عشان التوتر يقل. وبعد ما سامح شرب نام نوم عميق، ولما صحي الصبح هنا حكيت له ان الموضوع حصل بينهم وان هي خلاص بقت مراته رسمي. ولما سامح قال لها ان هو مش فاكر، قالت له عشان انت تقلته في الشرب جنب الادويه اللي انت بتاخدها، فطبيعي ان انت تحس بالنوم التقيل وما تفتكرش. وقالت له ان موضوع الشرب ده خفف اليوم وخفف التوتر بتاعه. وبدأت هنا تحط منوم لسامح زي ما عملت في ليلة الدخلة، في أي حاجة، عصير، أكل، كل حاجة. وكانت تقول له الأدوية اللي انت بتاخدها هي اللي بتخلي راسك تقيلة ونومك عميق قوي كده. وسامح كان مبسوط جدا من الجوازة، وكان شايف ان ربنا عوضه بواحدة ست تستحمل ظروف مرضه وتتفهم طبيعة الأدوية اللي هو بياخدها. لكن في نفس الوقت الدكتور كان بيطمنه ان هو بادئ في مرحلة العلاج، خصوصا من عارض الصرع. لحد ما جت هنا وبشرته بالخبر وقالت له ان هي حامل. فرح جدا، واهله كمان فرحوا جدا وكانوا طايرين بهنا. لكن في يوم صحي سامح من النوم وحس بصوت دربكة في البيت، ولقى قميص غريب مش قميصه. ولما سأل هنا عن القميص ده قالت له ده قميص بتاعك وانا جايبهولك في عيد ميلادك. لكن سامح قال لها انا ما بلبست النوعية دي من القمصان. بدأت هنا تقلب الترابيزة وتقول له انت قصدك ايه؟ انت بتشك فيا يعني؟ انا مش مشكلتي ان الادوية بتخليك تنسى اللي بيحصل. لحد ما واجه هنا وقال لها انا شاكك ان انتي بتخونيني. ساعتها هنا قلبت الدنيا وراحت عند اهلها وعملت خناقة كبيرة، واهله بهدلوه وقالوا له مراتك حامل وعيب اللي انت بتقوله ده، وما تنساش ان الادوية اللي انت بتاخدها بتنيم وبتنستي، وجابوا كل اللوم عليه. اضطر ان هو يصالحها ويرجعها البيت، لكنه راح للدكتور بتاعه وحكاله. الدكتور اكد له انه بيتحسن ومستحيل تكون الادويه بتنيمه، وانه خفف له جرعات الادويه جدا عن زمان. فالدكتور قال له مفيش الا حل واحد بس، انك تركب كاميرا من غير ما حد يحس، وساعتها تتاكد اذا كان في حد بيدخل بيتك ولا لا، ويبقى معاك دليل ملموس. فاستغل غياب هنا عن البيت وركب الكاميرا. ولما فرغ الكاميرات بعدها بكام يوم شاف عبد الرحمن وهو في البيت وبيدخل وبيخرج، وشافه في أوضة نومه مع مراته. واتضح إن ما حصلش بينه وبين هنا حاجة في أول يوم، وإنها استعانت بعبد الرحمن في ليلة العمر عشان يساعدها فيها. وطبعا أكيد العيل ده مش ابنه. سامح واجه هنا بالكاميرات هي وأهلها ورمى عليها يمين الطلاق، وراح عمل محضر في القسم عشان يثبت الواقع، ورفع قضية عشان يثبت إن الطفل اللي هيتولد ده مش ابنه. أما عبد الرحمن مرضيش يعترف بالطفل، وخبط هنا واتخانق معاها
ومد إيده عليها لما جريت عليه تحكي له المصيبة اللي هي فيها. وهنا وهي بتولد حصل للطفل مضاعفات وتوفى بعدها بكام يوم، ورفض أبوها إنها ترجع البيت، وفضلت قاعدة عند عمتها تواجه حكم القضاء في قضية الزنا بعد ما خسرت كل حاجة بسبب حبها لعبد الرحمن اللي باعها وغدر بيها زي ما هي غدرت بجوزها.